يعقد محمد يوسف جلسة خاصة مع اليو ديانج قبل انطلاق الموسم الجديد لبحث ملف تجديد عقد اللاعب في ظل رغبة الإدارة في الإبقاء على اللاعب بعقد طويل الأمد. نتائج الاجتماع الثلاثي اليومي بين الخطيب وريبيرو ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي الاكتفاء باللاعبين الحاليين في قائمة الفريق سواء في مركز الوسط أو المهاجم. استمرار أحمد عبد القادر لحين وصول عرض يوافق عليه اللاعب والنادي فيما تبقى من فترة الانتقالات الحالية أو فترة يناير. الكاف يجري قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تنزانيا 12 أغسطس المقبل، والأهلي معفي من هذه الأدوار. بقرار من المدير الرياضي محمد يوسف فرض حظر إعلامي على لاعيبة الأهلي، وبناء على رغبة ريبيرو تقرر أيضا عدم إذاعة المباراتين الوديتين أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا. هناك أنباء ذكرت أن هناك عرض من نادي بيراميدز للاعب النادي الأهلي اليو ديانج. حسين الشحات عقده بينتهي بنهاية الموسم الجديد ولا يوجد نية حتى الآن لتجديد عقده، وسيتم تقييم اللاعب نهاية الموسم الحالي. عاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من فرنسا اليوم بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا للإطمئنان على حالته الصحية. ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي طلب خوض